اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. تابعوا معانا البكريات يا جماعة اللي هي لسه والدة جديد، حاجة بسم الله ما شاء الله. البكر يا جماعة حاجة بسم الله ما شاء الله. والفيديو ده هتتعلم فيه حاجات كتير تهمك، سواء مربي او لسه هتتعلم التربية او سواء لسه هتبتدي في مشروع الارانب. معانا الام اهي بسم الله ما شاء الله جايبه عدد اهي يا جماعة. تابعوا معانا الفيديو للاخر، ونستسمح جميع الاعضاء اللي بيتابعونا وبيشاهدوا الفيديوهات بتاعتنا انهم يدعموا الفيديو بلايك. طبعا يا جماعة الام دي والدة واحد بس اهيت، دي مشكلة كبيرة لو انت ما خدتش بالك. لو انت مش قلب المزرعة هيتروح منك الأجنة دي او الخلفة دي. الام لسه ما ولدتش ولا نتفت، هي يا دوبك بس والدة واحد. طبعا الام اللي والدة واحد اهيت يا جماعة هننزله مع دولت لغاية ما تكمل ولادتها وتنتف شعرها. وتابعوا معانا الفيديو للآخر، هتتعلم حاجات كتير في الفيديو ده. طبعا دي بكر يا جماعة برضو مجهزة بيت الولد. الفيديو ده مهم جدا جدا جدا، هتستعلم عن حاجات كتير وهتتعلم في حاجات كتير، واللي انت ما خدتش بالك منه هتاخد بالك فيه في الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا في كل مكان على دماغي من فوق. النهاردة من ارض الواقع، مكان المزرعة بجراح المنصورة يا جماعة، مع الاسلامية المتميز للارانب والاعلاف. الفيديو دي هتتعلم فيه حاجات كتير يا جماعة. طبعا مشاكل كتير بتقابلك اليومين دول. ان عندي الامهات اللي انا شغال بها طول الشتاء معايا مش بتلقح ومش بتمسك معايا. طيب هنعمل ايه عشان الامهات دي تمسك معايا؟ طيب وايه السبب اللي يخلي الامهات معايا مش بتمسك تلقيح؟ هتتعلم الفيديو ده وما تروحش بعيد. المشكلة في ايه اللي الارانب ما بتمسكش معايا تلقيح؟ وايه السبب اللي الامهات، وهعمل ايه؟ اعمل ايه؟ الامهات هتفضل تاكل وتشرب ومش هلاقي منها اي نتيجة. اسمع معايا الفيديو دي للاخر، ويا ريت لو انت لسه اول مرة تشوفني يا ريت تنزل تحت ما تشترك في القناة، فعل زر الجرس لو انت مهتم عشان يوصلك كل جديد وما تقفش في نفس المشكلة ديت يا جماعة. ويا ريت تدعم الفيديو بلايك. اول مبدأ يا جماعة احنا اتكلمنا عليها قبل كده في فيديوهات سابقة، انك بتسيب احلال جديد. يعني احنا مخلصين الموسم بتاع الشتاء الفترة اللي فاتت، الامهات شغالة معانا ومطلعين عينها يا جماعة، والامهات بتشتغل معانا في المكثف اللي هي بعد الولادة بيومين كنا بنلقحها. ففي الطبيعي اللي هي داخلة على الصيف بتبدأ تريح معاك، تيجي تلقحها مرة واتنين وتلاتة ما بتمسكش معاك تلقيح، ومش سهل اللي هي تمسك معاك تلقيح. طب هنعمل ايه برضو عشان برضو نخليها تلقح؟ هي الام محتاجة، لان المجهود اللي هي عملته في موسم الشتاء اصبحت عملت مجهود كبير. جابت لك في موسم الشتاء ممكن يكون 4 بطن 5 بطن على حسب ما انت مشغلها ازاي ودايرها في قلب المزرعة ازاي. طب هنعمل ايه برضو عشان نخلي؟ طب هقول لك نعمل ايه واستعلم. نسيب امهات تشتغل معانا في اول موسم الشتاء. وموسم الشتاء نسيب امهات برضو جديدة تشتغل معانا في اول الصيف، وكذلك على الامر ده لحد ما الامهات عندك تظبط. طب بالنسبة بقى الامهات اللي مسكتش معاك، تبدأ تريحها 10-20 يوم شهر يا باشا على الكتير، عشان الام تبدأ معاك شوية فيتامينات على املاح على شوية حاجات كده، انك تقدر تعوض الكالسيوم بتاع الام اللي بذلته طول الصيف او طول الشتاء على حسب الامهات اللي اشتغلت معاك. بعد ما نسيبها ال20 يوم او الشهر هنيجي ندخلها تلقح معانا. ايوه، مادام انت سبتها فترة والام بتاكل وبتشرب وبتاكل غذاء جيد والنظافة كويسة، ان شاء الله هتقبل معاك تلقيح. انا نفس النظام ده، الامهات ما بتمسكش معايا تلقيح اللي هي اشتغلت معايا طول الشتاء. فاللي شغال معايا زي ما انتوا شفتم الفيديو اللي فات ده هي الامهات الشباب اللي لسه والده اليومين دول، لسه بادئه اول ولاده وعلاقه ليها في قلب المزرعه. فهو دي الشغل وهو دي اللي عايزك تفهمه.
اللي الامهات اللي شغاله معاك وطلعان عينيها طول الشتاء هتيجي معاك في الوقت اللي هو شهر 3 وشهر 4 مش بتمسك تلقيح. فانا عايز كل الناس تعرف تمشي حالها اليومين دول، ويا ريت تدعموا الفيديو بلايك.